قضية النهاردة قضية جديدة وغريبة ومن أغرب القضايا اللي قابلتني في حياتي. هل ممكن الواحد يتجوز واحدة وبعد كده ما تطلعش هي وتطلع أختها؟ طب ممكن الواحدة تتجوز واحد وبعد شوية وما يطلعش هو وبيطلع أخوه؟ تعالوا معايا يا جماعة نشوف إيه اللي حصل في قضية النهاردة، ويا ترى سلمى عملت إيه مع حسن. أنا محمود طارق وده برنامج الحكاية ببساطة. حسن واشرف كانوا 2 اخوات، واشرف كان متجوز وعنده اولاد، وكان هو الاخ الكبير اللي كان مراعي البيت ومراعي والدته واخوه من بعد ما ابوه توفى. حسن الصغير كان عنده 33 سنة واشرف الكبير كان عنده 38 سنة. امهم كان نفسها انها تفرح بحسن جدا، وكان نفسها ان هي تجوزه باي حال من الاحوال، ودايما كانت تقعد تقول له ان شقته جاهزة وعفشه جاهز وعزاله كله جاهز، واشرف اخوه مش مخليهم محتاجين لاي حاجة، وان هو جاهز الجواز مش ناقصه اي حاجه. وبما ان ابوهم كان متوفي فكان سايب لهم ورث هما الاتنين، ولكن حسن كان مدي الجزء بتاعه من الورث لاخوه اشرف الكبير علشان يشغله له معاه في التجاره. حسن كان رافض موضوع الجواز في الاول، ولكن مع زن كتير من امه وافق على الموضوع وقال لها انا موافق ان احنا نشوف عروسه، ولكن كان عايز اخوه اشرف الكبير هو اللي يشوف له عروسه، لان هو كان عارف ان هو اكتر واحد في الدنيا عارف مصلحته، واكتر واحد في الدنيا هيخاف عليه وهيتمنى له ان هو يجيب له عروسه بنت حلال وكويسه وتكون بنت ناس وتقدر ان هي تكمل معاه بقيه حياته. وبالفعل اشرف يلاقي العروسه ويروحوا كلهم هما ال3 علشان يشوفوها. وبالفعل حسن لما شاف العروسه عجبته جدا، وهو كمان برضو عجبها، وابتدوا هما الاتنين يتعرفوا على بعض وتتم الخطوبه على خير. العروسه كان اسمها سلمى وعندها 28 سنه. قعدوا بالظبط 6 شهور مخطوبين، وبعد ال6 شهور ابتدوا ان هم يحددوا ميعاد الفرح. طبعا في خلال الاوقات دي بقى كل واحد فيهم بيجهز حاجته اللي هيتجوز بيها، وجه الوقت اللي سلمى كانت بتختار فيه الفستان بتاعها. طبعا طلبت من حسن زيها زي اي عروسة ان هو يجي معاها علشان يختار معاها الفستان بتاعها، ولكن اتفاجئت بان حسن بيقول لها ان هو هيجي معاها هو واخوه اشرف علشان هو مش بيفهم في الحاجات دي كويس. طبعا سلمى استغربت من حسن ومن رد فعله، وبقت مستغربة ليه هو هيجيب اخوه اشرف معاه في حاجة زي كده، فقالت يمكن حسن يكون مكسوف شوية وخدت الموضوع عادي والموضوع عدى. وبالفعل لما راحوا علشان يختاروا الفستان، كل ما سلمى تختار فستان وتسأل حسن ايه رأيه فيه يقول لها انا ماليش دعوة واسألي اخويا اشرف. برضو سلمى كانت مستغربة، ولكن فضلت تاخد الموضوع عادي وتقول يمكن هو مكسوف او ما عندوش خبرة في المواضيع دي. فضلت تختار من الفساتين اللي موجودة واشرف يديها رأيه لحد ما استقروا في الاخر على فستان معين. ويحصل نفس الموقف مع حسن لما راح يختار البدلة بتاعته، برضه ما بقاش عارف يختار وخلى اشرف اخوه هو اللي يختارها له، لحد ما برضه استقروا في الاخر على بدلة معينة ويتم الفرح على خير، ويروحوا هما الاتنين على شقتهم علشان يبتدوا حياتهم الزوجية مع بعض. طبعا زيهم زي اي 2 متجوزين يدخلوا هما الاتنين مع بعض اوضه النوم علشان يبتدوا ان هم يمارسوا العلاقه الزوجيه مع بعض. وبعد لما خلصوا وكل واحد فيهم خد الدش الجميل بتاعه، حسن قال لها يلا علشان ننام لان اخويا اشرف هو اللي قال لي كده، وقال لي بعد ما تخلصوا اللي انتوا هتعملوه لازم تناموا وتريحوا جسمكم. طبعا سلمى بقت مستغربه ان ازاي اخوه اشرف يتدخل حتى في حاجه زي كده، ولكن برضه عدلت الموضوع ويعدي الليله على خير، ويجي تاني يوم الصباحيه والناس تبتدي ان هم يجوا يزوروه. وبعد ما الناس تمشي سلمى تطلب من جوزها ان هم يدخلوا تاني مع بعض علشان يمارسوا العلاقة الزوجية مع بعض، ولكن هنا المفاجأة ان حسن قال لها استني لما اكلم اخويا اشرف استأذن منه واشوف هو هيقول لي ايه. طبعا كلم اخوه اشرف، ولكن اشرف قال له ماشي مفيش مشكلة ولكن ما تطولش زيادة عن اللزوم. وبعد كده اصبح اشرف متدخل في كل حاجة كانوا هما الاتنين بيعملوها، لدرجة ان
سلمى ساعة ما كانت تنزل تجيب حاجات من السوق كانت بتقابل اشرف، واشرف كان بيقول لها ايه الحاجات اللي تجيبها بالظبط وايه الحاجات اللي ما تجيبهاش. حتى كان بيقول لها ان هي لما تحتاج اي فلوس تاخدها منه هو وما تطلبش حاجة من اخوه حسن. طبعا سلمى اتضايقت جدا من اللي بيحصل، وقالت لحسن ان هي حاسة ان مش هو اللي متجوزها، وهي حاسة ان اخوه اشرف هو اللي متجوزها، لدرجة انه كان هو اللي بيحكم عليها في لبسها وهي لابسة ايه ومش لابسة ايه، ورايحة فين وجاية منين وبتشتري ايه ومش بتشتري ايه. طبعا ده عمل مشاكل كبيرة جدا وخلى سلمى تقول لحسن كلمة هي اللي غيرت الامور رأسا على عقب. سلمى بعد ما جابت اخرها قالت لحسن ده ناقص ان اشرف هو اللي يقيم معايا العلاقة الزوجية بدالك. طبعا اول ما قالت له الكلمة دي حسن زعل جدا من الكلمة، وبسرعة راح جاي متصل باخوه اشرف وقال له تعالى لي الشقة بسرعة علشان مراتي بتقول كلام ما ينفعش ان هي تقوله. وبالفعل اشرف يروح لهم الشقة وحسن يبتدي يحكي له مراته قالت ايه بالظبط. اول ما اشرف سمع الكلام طبعا اتجنن من الكلمة وراح جاي قايم نازل فوق سلمى ضاربها علقة موت، وحسن كل ده واقف بيتفرج وما كانش بيعمل اي حاجة. وبعد كده سلمى تطلع على الاسم علشان تعمل محضر ضد جوزها وتقول ان هو اللي ضربها، وعلى الرغم من اشرف اخوه هو اللي ضربها، ولكن هي قالت ان حسن هو اللي ضربها علشان تنتقم منه. وطبعا لازم نتعلم درس من فيديو النهارده ان اي حد مقبل على الجواز لازم يكون عنده شخصية ولازم هو اللي يدير بيته بنفسه، وانه ما ينفعش يسمح لاي حد ان هو يتدخل في شؤون بيته ولا شؤون حياته ايا كان. ولحد هنا بيكون فيديو النهارده خلص. بشكركم جدا على المشاهدة واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وقضية جديدة.